طابت أوقاتكم، وهذه حلقة جديدة من ذاكرة. أنا أعتقد، أنا ما عندي إحصائية دقيقة، بس أعتقد العراق أكثر بلد عربي أو شرق أوسطي أو حتى آسيوي بنحاتين. يعني على الأقل نستذكر أسماء الأشهر الأبرز منهم: جواد سليم، محمد غني حكمت، خالد الرحال، إسماعيل فتاح الترك، ميران السعدي. أسماء لا تعد ولا تحصى، كلش هواي بالمناسبة، هواي. ذولا يجمعهم شيء واحد، انهم كلهم درسوا النحت، واغلبهم درسوا النحت في ايطاليا. هم موهوبين صحيح، لكن عززوا الموهبة بالدراسة الأكاديمية الفنية في أحسن جامعات ومعاهد العالم اللي تخصصت بتدريس النحت والرسم. وطبعا ماكو أفضل من إيطاليا بهذا المجال لأن هي الأشهر. لكن اكو نحات عراقي نشوفه بالشارع، انتم هسه تتذكرون اشكال جواد سليم والبايب ماله واللحيه واللفاف مبين عليه، يعني ذول الناس العاديين يقول لك مبين فنان. وكذلك محمد غني حكمت الله يرحمهم كلهم، هذا شعره المنكوش ولبسه المميز. بس اكو نحات بيهم ما دارس نهائيا، واذا تشوفه بالشارع تسلم عليه تقول له شلونك حجي، محتاج شيء ابويا، شلونك؟ عقاله وغترته وشكله رجل من اهل الجنوب. يعني وين النحت؟ يعني تتخيل مثلا واحد عقال وشطفه ونحت مو هيك، بحيث سنه ال 72 نفس السنه اللي توفى بها اخذ الجائزه الاولى بمهرجان اقيم في تشيكوسلوفاكيا في وقتها، بمهرجان براتسلافا. هو اخذ المركز الاول. تخيلوا، ما دارس نحت نهائيا ولا يدري شنو الابعاد، ويعرف ما سامع باسم ميكايل انجلو ولا دافنشي ولا ماتيس ولا هاي الاسماء العظيمه بالنحت. هذا النحات اسمه منعم بربوت وادي، كان اسم مال رئيس عشيره مو مال نحات. رجل بسيط في ملبسه الجنوبي. هذا اخذ الجائزه الاولى. هذا الرجل المولود بعام 1900 تولع بالنحت من صغره، وطور هذه الموهبه وطلعت منحوتات من جوا ايده بحيث اخذت المركز الاول على العالم. نشوفها تستغرب تندهش انه هذا العمل طالع من جوا ايد هذا الرجل يعني اللي ما دارس نهائيا. منحوتات عجيبه غريبه تنتمي الى عالم الاساطير وعالم الخرافات وعالم. هذا رجعني اليوم، كنت اتفرج عليه بالمناسبه، يعني هذا ما كان ببالي اليوم يصير موضوعي عن هاي الشغله. رجعني للحديث من شفت صورته وعقاله وغترته وشطفته وملبسه الجنوبي. رجعني بالذاكره لما كنت صغير بالمدرسه. كان عندنا مدرس فنيه اسمه استاذ احمد الله يرحمه برحمته الواسعه. طلب من يمنا اعمال يدويه، هو كان يدرسنا فنيه ونشيد. قال حتى لو اهلكم يساعدوكم، لو اللي اكبر منكم يساعدوكم ما يخالف. انا عندي وهس بالرسم والهاي السوالف وانا بالابتدائي. هو كان يدرسنا بالابتدائيه الله يرحمه استاذ احمد. اكو ورا المدرسه اللي بيها اني نقره بيها طين حري. هذا الطين اللي يصير جوزي فاتح، هذا يصير طين بيور نسميه حري، طين حر يعني. الله يطول العمر. الوالده كان مشيبها، اطلع الكتب من الجنطه واحط الطين بالجنطه، والكتب اجيبهن بيدي والجنطه متروسه طين، وهي مسكينه يقول لك ايش سويت؟ جبت الطين قلت له لا بالمدرسه رادوا من يمني، وقمت ادعفس طين وما ادري شنو. اجى عمي الله يرحمه، عمي محسن اكبر من والدي الله يرحمهم اثنينهم. فقال لي شو تسوي؟ قلت له طلبوا مني من اعمال يدويه.
قال ها يصير انا اساعدك؟ قلت له هم قالوا خلي يساعدوكم اهلكم. قال خوش. جاء ببصله مال قماش وجاء بالطين ودولشه بايده ما ادري ايش سوى بيه، فره وقال لي جيب لي مي بعد، وحطيت له مي بطاسه وانا قاعد اتفرج عليه. شو وانا اتفرج عليه. قال راح اسوي لك حصان بس مو اي حصان. يا سوى حصان حرامات. راح طبعا كان يستمر من ذاك لهذا الوقت لهذا الوقت، فسوى حصان. يعني انا اتذكر لحد يعني كل الزين اتذكر شكل الحصان. الحصان رجليه اطول من رجلين الحصان العادي، تشبه رجلين الزرافه، ورقبته اطول من المعتاد، وراسه يشبه راس الديج، وظهره عريض، وذيله مو ذيل مال حصان، فد ذيل مال ما ادري يا حيوان. وقال لي هاك ودير بالك عليه، حطه على السطح حتى تضربه الشمس او ينشف، ودير بالك لا الطيور لا البزازين توقع وينكسر، لان سواليه بحجم هالكبره. زين انا شنو من اللي صعدت على السطح، نمت على السطح، ويمكن انا ما نايم للصبح عيني هيك مقابل الحصان، وطلعت الشمس وانا كل ساعه لا الطير لا البزازين يتعاركن ويوقعنا ويفلشن شحاتهن غير، لان الحصان شكله غريب. انتظرته يومين ثلاثه نشف حاره، اخذت الحصان الاستاذ احمد، وانا الطلاب لا 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 حد يدحشني ويطيح من يمي، ولا كون المدري ايش، وهيش شايل لي كنز ثمين شي يوصلني للغرفه مالت المعلمين. بس معلمين قبل قولة حسان دعدوش مو مثل معلمين هسه، يعني كانوا الله يرحم المتوفين والله ينعم بالصحه على الاحياء منهم، ذكرهم. طبيت شايل هذا الحصان، مو شايل حصان، شايل دره. كان عندنا مدرس معلم من اهل الحله، بعدين عرفنا انه هو هذا شاعر واحد من بيت الشلاه، استاذ محمد اسمه. باوع كان هو قصير واصلع، وقف باوع قال هذا شنو؟ اجى استاذ احمد المدير، خلوه على الميز مالت المدير، اخذوه للاداره، احتفلوا بيه احتفال. اجى استاذ احمد قال لي هذا منو سواه؟ هذا مو انت؟ قلت له لا طبعا مو انا، منين انا؟ وين اقدر اجي؟ فقلت له هذا عمي سواه لي اياه. قال عمك نحات؟ قلت له عمي والله لا نحات ولا شيء. شو يشتغل؟ قلت له ما يشتغل، فلاح. قال هذا شلون سواه؟ قال هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب، اشتغل عليه نقاش وما ادري ايش، وهذا يشبه النهت الحديث، وهذا يشبه ما ادري منو، وهذا المدرسه الفلانيه النحتيه وينتمي لها. وينك ويشتغل؟ استاذ احمد قال لي قل له لعمك يسلم عليك استاذ احمد، قل له هذا الحصان مو طبيعي، شلون اجى على خياله؟ مو تنسى هذا الحكي، اكتبه لعمك. قلت له لا هو ما يقرا ولا يكتب. رجعت رحت البيت عمي الله يرحمه عمي محسن، قلت له يسلم عليك استاذ احمد يقول هذا الحصان شلون سواه؟ هذا حصان مو طبيعي، شو يعني هو من الخارج من برا كأنه حصان بس هو مو حصان. قال ايه انا هذا الحصان دائما اشوفه بالحلم، فسويته مثل ما انا اشوفه بالحلم. من رجعت قلت له الاستاذ احمد الله يرحمه، قال لي ايه صحيح، هاي كائنات اسطوريه خرافيه. لان هذا الحكي بعدين انا استذكرته من يعني صار عندي وعي. شاهد الحديث وين؟ يمكن مئات آلاف مثل عمي محسن ومثل منعم فرات النحات الفطري العراقي، هو بالاوساط الفنيه اسمه منعم فرات، اللي يدوروه بالجوجل شوفوا صور مالت الرجل. منعم فرات تسلط عليه الضوء الاعلامي ولو متاخر جدا من عمره، يعني هو يعني وين يسلطون عليه الضوء الاعلامي؟ وينك هو اعلامي؟ تخيل هو الرجال مولود بال 1900 وتوفى، يعني مات بموته دراميه، لقوه ميت بالشارع، داعمته سياره او شامرته سياره بال 72. يعني
تخيل هو الثلاثينات من عمره 30 سنه او اربعينات وهي بالعهد الملكي. يا وسائل اعلام يا دنيا، يعني يمكن ورا بالعهد الجمهوري يلا انتبهوا له، يعني بالستينيات هو من عمره يلا انتبهوا له، وسلطوا عليه الضوء وشاركوا به بمهرجان قلت لك بتشيكوسلوفاكيا بال 72 بنفس السنه اللي توفى بيها. الفن، الموهبه صح بحاجه الى التدعيم العلمي، الدراسه الاكاديميه، لكن يبقى الاساس بها الفطره السليمه، الموهبه. ناس هواي موهوبين بهواي مجالات راحوا ولا احد تذكرهم، ولا احد التفت لهم، ولا احد رعاهم، ولا احد نمعتهم. هاي الموهبه حتى ما حد يمكن قال لهم بحياتكم عاشت ايديكم. انا اعرف اسرار من منعم فرات الله يرحمه، كانوا يصنفون عليه. ايش يسوي رجال كبير، انت خشيت بالعمرين، عمرك 72 سنه و70 سنه وتلعب بالطين وسوى هاي الاشياء اللي هي ما مفهومه بالنسبه لذاك الوقت. طبعا وراء اجيال اكتشفوا انه هذا النحت فد شيء خارق وفد شيء مذهل وفد شيء مدهش. الموهوبين اللي عندنا بشتى مجالات الحياه، مو فرق يعني مو بس بالفن ولا بالكتابه ولا بالرسم ولا شتى مجالات الحياه. ادعموهم، دوروا عليهم، اكتشفوهم، ادعموهم. هاي مهمه الناس والمجتمع والحكومه والنقابات والهيئات. يا ما ناس موهوبين بشتى مجالات الابداع وبشتى مجالات الفكر وبشتى مجالات الحياه هاي الواسعه العريضه، بس يحتاجون يمكن كلمه عاشت ايدك، او انت مبدع، حتى يمكن ما تعطيه فلس، او حتى ما تسوي له معرض، او حتى ما تخلي ايدك بظهره وتقول له روح تقدم بالامام، بس كون واحد يقول له والله عمي شغلك حلو وانت مبدع واودعناك.